نتجه إلى ولاية تكساس، حيث وقعت ظاهرة غامضة في مكان قد لا يتوقعه أحد. داخل مطبخ منزل في إحدى الضواحي مارس عام 2017 كانت إريكا غارنر بمفردها في منزلها الواقع خارج مدينة هيوستن بعد أن غادر زوجها في رحلة عمل. Outside, I was playing with my two dogs, and I noticed something very strange on my rooftop. There was black birds going in a circle. I had never seen that before. بدا الأمر وكأنه نذير شؤم بينما عادت إريكا إلى داخل المنزل. كانت تقدم الماء لكلبيها وفجأة دعونا نتوقف عند هذه اللحظة، لأنك إن رمشت بعينيك فستفوتك ومضة زرقاء غريبة تخترق الغرفة، تاركة إريكا في حالة من الذهول وعاجزة عن الكلام للحظات. It was almost like plasma. Everything in the room turned completely white, almost like an explosion, and my eyes started burning. It's really weird. والأغرب من ذلك أن الوميض لم يستمر سوى ثانية واحدة، رغم أن إريكا تؤكد أنه بدا أطول بكثير. It traveled almost like it was a train coming across the room, slowly coming in for a stop. And this happened for all about 7 seconds. وفي تلك الليلة أصبحت الأمور أكثر غرابة. I'd had trouble sleeping, I was having some strange dreams, and it definitely impacted me. الأحلام التي رأت فيها إريكا مجرات وردية وأرجوانية جعلتها تشعر وكأنها انتقلت عبر الزمن، وبدأت تتساءل عما إذا كان ذلك الوميض الأزرق قد يكون ناتجا عن قوة من خارج الأرض. Into my research, trying to figure out what possibly a blue beam of light could come from. People have said they've experienced alien abductions and they might see a blue beam of light. وقد وقعت حالة مشابهة عام 1975 عندما اختفى عامل أخشاب من ولاية أريزونا يدعى ترافيس والتون بعد أن سار باتجاه شعاع ضوء مجهول في إحدى الغابات. روى لاحقا أنه نقل إلى مكان غريب تحيط به كائنات فضائية، وعندما عاد إلى منزله صدم عندما علم أنه كان مفقودا لمدة 5 أيام. There are definitely things in this world that we do not understand. لكن ما حقيقة الوميض الأزرق الذي رأته إريكا؟ وما نعرفه حتى الآن هو أن الأمر لم يكن مجرد عطل في كاميرا المراقبة الخاصة بها، لأننا نستطيع سماع رد فعلها في اللحظة نفسها. بدأ خبير التصوير أندرو ماكارثي بفحص التسجيل إطاراً تلو الآخر. So right after this, the camera lost several frames. You see a distinct jump. Her hair moves, the dogs move. It's just a significant jump. She said it was 7 seconds. I'm not sure if it was 7 seconds, but it was a long time, long enough that they significantly shifted positions. لكن ماكارثي يقول إن هناك أمراً أكثر غرابة من ذلك. What didn't make sense to me is nothing here is casting a shadow. It seems like the light's supposed to be coming behind the camera to cause this, but you would see some kind of shadow cast on the legs of these chairs, you know, on the dogs. You don't see any of that. It's just bright, and it's uniformly bright. تساءلت المحققة الجنائية تشيس كولويتسكي عما إذا كان الوميض قد يكون ناتجا عن سبب بسيط مثل احتراق مصباح كهربائي. لذلك طلبت من إريكا وزوجها إجراء اختبار. Erica and her husband put this light bulb in and they tapped it. And if you tap it long enough, it burned out. Once you compare when the light bulb blows out and that reaction, and you put it next to the blue flash, they're not even close. حسناً، إذا لم يكن السبب احتراق المصباح، فهل يمكن أن يكون الوميض ناتجاً عن صاعقة برق من الخارج؟ راجعت عالمة الغلاف الجوي ديانا هينز بيانات رادار الطقس المحلي لذلك اليوم. What you're seeing is that a round of fairly intense thunderstorms went through the Houston area, but it was about
1 o'clock in the morning, whereas this video was taken at 11:30 in the morning. That really leads me to think that lightning is not responsible for that flash. يعتقد بعض الخبراء أن الثقوب الدودية في الكون قد تخلق ممرات تسمح بالانتقال إلى الماضي أو العبور بين الأكوان المتوازية، وربما كان ذلك الوميض الأزرق أحد هذه الممرات. I stand more on the side of this being a time glitch. It's an error in our time-space fabric. نوفمبر عام 2017، وبينما كان الجميع يتسابقون للحصول على أحدث هاتف آيفون، اجتاح الإنترنت هوس من نوع مختلف، ليس بسبب رقصة انتشرت على مواقع التواصل، بل بسبب لوحة نمساوية تعود إلى القرن ال19. فقد بدأت صورة لوحة المنتظر للفنان فرديناند جورج فالدمور تحظى باهتمام واسع على منصة تويتر. A lot of people online point out that in her hands there is something very strange and definitely out of place. It looks to be like she's checking her Instagram or TikTok on a smartphone. لكن تذكروا أن هذه اللوحة رسمت عام 1860، ووضعية الفتاة تشبه تماما وضعية شخص في أيامنا هذه، يسير وهو منشغل بالنظر إلى جهاز يحمله في يده. وسرعان ما تكهن البعض على الإنترنت بأن هذه قد تكون دليلا على أن شخصا من المستقبل اخترع وسيلة للسفر عبر الزمن، وعاد إلى الماضي حاملا معه قطعة من التكنولوجيا الحديثة. ولم تكن هذه أول لوحة تاريخية يعتقد الناس أنها تظهر تقنية من القرن 21. فهذه الجدارية التي رسمها أمبرتو رومانو عام 1937 تبدو وكأنها تظهر رجلا من السكان الأصليين لأمريكا وهو ينظر إلى هاتف ذكي، كما أن هذا الرسم الجداري داخل كنيسة إيطالية والذي يعود إلى القرن ال17 جعل البعض يعتقد أنهم يرون شيئا آخر قادما من السماء. A lot of people online claim that this image of the Earth with these antennae strongly resembles the Sputnik satellite launched by the Soviet Union in the late 1950s. لكن كيف يمكن لرسام عصر النهضة المتأخر فينتورا ساليميني أن يعرف شكل تكنولوجيا الأقمار الصناعية قبل قرون من اختراعها؟ هل كان عبقريا استشرافيا مثل ليوناردو دافنشي الذي سبق عصره عندما صمم آلة الطيران المعروفة باسم الأورنيثوباتر، أم أن شخصا من المستقبل عاد فعلا إلى الماضي؟ نعلم اليوم أن مايكل أنجلو أخفى داخل سقف كنيسة سيستين رسومات دقيقة تشريحية للدماغ البشري، وهذا يعني أن الفنانين يستطيعون إخفاء صور ورسائل سرية داخل أعمالهم، لكن أن يخفي فنان دليلا على وجود مسافرين عبر الزمن فذلك سيكون أمرا أكثر إثارة للدهشة. فهل هذا ما نراه هنا؟ لنستمع إلى رأي الخبراء. في البداية سألنا عالم الفيزياء حكيم أولوسي عما إذا كان السفر عبر الزمن ممكنا من الناحية النظرية. The laws of physics do allow for time travel under certain situations. One of them is when you have a wormhole. If you move around one end of the wormhole at near the speed of light, someone could actually exit the wormhole before they entered it, meaning they went backwards in time. إذن من الناحية النظرية الأمر ممكن، لكن هل هو محتمل فعلا؟ عرضنا هذه اللوحات على مايك ويست الذي يرى أن هذه الأشياء التي تبدو حديثة لا تعد دليلا مقنعا على أن أشخاصا من المستقبل قد تمكنوا من حل معادلة السفر عبر الزمن. If time travelers were coming from 1,000 years in the future, they would bring things from their time. I don't think they would stop off in the early 21st century and pick something up and then go back to the 18th century. إذن يبدو أن ما يعتقد الناس أنه هواتف ذكية ليس سوى أشياء أسيء تفسيرها، لكن ما هي؟
For the lady that's walking in the meadow, it was very common to have these little books that were devotions or just little religious scriptures. We have those little hymnals in museums that are about roughly the same size that date from that same period. وماذا عن القمر الصناعي سبوتنيك؟ Between the Christ figure and God is this huge sphere, which is called a creation globe. The antennae are actually scepters that God and Christ are holding. The Renaissance artist was trying to envision this whole idea of creation with his artistic license. من الواضح أن كثيرا من مستخدمي الإنترنت توصلوا إلى الاستنتاج الخاطئ نفسه، وهناك سبب وجيه لذلك. When our children and grandchildren look back on the artwork that we've done, they may be scratching their heads and wondering, what is that object he's holding in his hand? وبحلول ذلك الوقت ستكون التكنولوجيا قد تطورت كثيرا، وقد يخطئون هم أيضا في تفسير بعض الأشياء، ويظنون أنها تمثل تقنيات أحدث لم تكن موجودة في عصرنا. أما حكمنا فهو أن الأمر لا يعدو كونه حالة جماعية لسوء التعرف. صحيح أننا لا نستطيع استبعاد احتمال أن يكتشف أحد في المستقبل سر السفر عبر الماضي، خاصة أن علماء اليوم يؤكدون أن الزمان والمكان ليسا مفهومين مطلقين، لكن هذه اللوحات لا تشكل دليلا على حدوث ذلك.